فضيحة تضرب تاني أكبر شركة طيران فيك يا كندا وهي ويست جيت. لكون صادق معكم بالصحف ما سموها فضيحة هيدي، قالوا لك تسوية، كان في دعوة جماعية ضد الشركة وعملت تسوية. خليني أخذ رأيكم، هل بتعتبروها هيدي فضيحة بجلاجل ولا قصة يعني إشكالية بسيطة بلشت من أكثر من 10 سنين لما مضيفة اسمها ماندالينا لويس ترفع دعوة إنه الطيار تعدى عليها جنسيا، ومش بس لحالها، هي وزميل لها. شو عملوا بالطيار وقتها؟ ولا شيء، بقى ينزل على الشغل. مندلينا تقول لك انا بلغت تاني مره الطيار هذا تعدى علي جنسيا، ولا حدا عبرها. صارت تمسك مكبر الصوت بالطياره، تعدى علي جنسيا، انا اللي تعدى. المهم ما حدا عبرها، بقيت القصه كذا سنه. بتقلي طيب وين الدعوه الجماعيه؟ اذا هيدي المضيفه ومع وحده تانية يبقى وين الجماعيه؟ خليني اقول لك انه خلال 7 سنين 3452 مضيفه قدموا الدعوه هاي. قال لك عايشين ببيئه منا امنه من التحرش الجنسي. بتقلي وين ده؟ بالطيران. بالطيران. وقالوا لك لازم تلاقوا لنا حل لهالموضوع. بالحقيقه الشركه ارتأت انه هي بتعمل تسويه وبتدفع 4.5 مليون دولار تعويض او تسويه للموضوع هذا، بشرط ما يحملوها موضوع قانوني، انه هي غير مسؤوله عن الموضوع القانوني هذا. انا هلا التسويه انحلت مش الحال، انا اللي مقهور منه هالطيار، مركز هو وطاير على المطبات الهوائيه ولا المطبات الجسديه، ما عارف.